السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام في درس جديد من دروس ايزي انجلش بالدارجة. درس اليوم هو ان شاء الله هو الدرس الخامس في السلسلة ديالنا اللي غادي يكون ان شاء الله حول countable nouns and uncountable nouns، الاسماء المعدودة واللا معدودة. الاسماء المعدودة واللا معدودة في الانجليزية ما عندهاش شي قاعدة عامة ولا شي قاعدة خاصة اللي كتحددها واللي كتحدد القواعد ديالها، لذلك غادي نطرقوا لهم كل وحدة على حدة ونحاولوا اننا نديروا واحد الرؤية عامة عليها، وكنتمنى انكم تستافدوا معنا في درسنا المقبل ان شاء الله، ومرحبا بكم. بالنسبه لدرس اليوم عندنا countable nouns غنحاول نبسطها لكم ونشرحها لكم بواحد الطريقه مبسطه وسهله. countable nouns هي الاسماء المعدوده، اي اسم كيمكننا اننا نديروا فيه الفرد ولا الجمع كيولي اسم معدود. كمثال عندنا باللغه الانجليزيه I eat a banana every day، كناكل بنانه في النهار. ولا كيمكن لي نقول I like bananas، انا احب الموز. بانانا الموز is a countable noun، البنان اسم معدود. A countable noun can be singular banana or plural bananas. كقاعدة تانية واللي يمكن لنا أننا نطبقوها على الأسماء المعدودة، الأسماء المعدودة كنمشينا مع الأرقام. كمثال we can use number with countable nouns، so we can say one banana, two bananas etc. يعني يمكن لنا نطبقوا الارقام، كيمكننا نقولوا له بنانه وحده، جوج بنانات، ثلاثه البنانات، باش كنميزوا ما بين الارقام ما بين الاسماء المعدوده ولا معدوده. كخلاصه وكمفهوم كيمكننا نقولوا ان a noun can be countable or uncountable، يعني الاسم بصفه خاصه وبصفه عامه يمكن له يكون يا اما countable يا اما معدود او غير معدود. الكاونتبل ناونز هي اشياء اللي كيمكننا نعدوها بواحد جوج ثلاثة وهكذا. countable nouns are things that can be counted as 1, 2, 3 and so on. كقاعدة أخرى the nouns have singular and plural forms، هاد الأسماء عندها صيغ مفردة وصيغ الجمع. و before singular countable nouns يمكننا نستعملوا a و an. as an example عندنا a beach، a student، an umbrella. قبل الأسماء المفردة المعدودة كنستطيعوا اننا نستخدموا ا و ان. واحد المفهوم اللي يقدر انه يساعدنا ايضا في اكتشاف الاسماء المعدوده هو انه ما كيمكنناش نخدموها معدوده بوحديتها بمفردها، ما كتكونش معها واحد الكلمات ولا حروف اللي كيمكن لها انها تعاوننا. كمثال عندنا ان، وان، ماي، يورز، هيز، اور اتسترا. كمثال ما كيمكنناش نقولوا ان امبريلا بوحديتها، مثلا ان امبريلا كتعريف يعني باش نعرفوها وان امبريلا، تو امبريلاز، يور امبريلا، هيز امبريلا وهكذا. كمجزوءة ثانية من الدرس ديالنا غادي نلقاو ان شاء الله uncountable nouns، الاسماء الغير معدودة. كمثال I ate rice every day، كناكل الرز كل نهار. I like rice، أنا أحب الأرز. الأرز هو واحد الاسم غير متغير كيبقى هو على نفس الشكل ديالو. Rice is uncountable noun. An uncountable noun has only one form اللي هي عندنا rice. كقاعدة تانية في الدرس ديالنا ديال uncountable nouns غادي نلقاو أن الأسماء الغير المعدودة ما كيمكنلاش أننا نلاقيوها مع الأرقام 1 2 3 etc. باللغة الإنجليزية we cannot use numbers with uncountable nouns. We cannot say for example two rices or one rices, one money or two money etc. كطرق اننا باش نميزوا ما بين countable و uncountable nouns، وبالخصوص uncountable nouns اللي عندنا غادي نلقاو uncountable nouns cannot be counted، الاسماء الغير معدوده هي التي لا يمكن عدها ولا وضع رقم قبلها. uncountable nouns cannot be counted يعني ما يمكن ليناش نجمعوها وما يمكن ليناش نديروا لها الاس والاو اس. امثله salt، coffee، tea، food، meat، gold، music وبلاد. كاستيس وكطريقه باش نميزوا uncountable nouns ان uncountable nouns ما عمرنا كنستعملوا معاهم ادوات تعريف ان و اي. وطريقه اخرى ان الاسماء الغير المعدوده كيمكن لنا نخدموا معاهم بعض الكلمات اللي كتدل على الكتله، وهذه الكلمات كتعامل معامله الجمع. كمثال عندنا a bowl، a packet، a grain of rice كتدلنا على الكتله والحجم. ثاني حاجه ان جميع الاسماء الغير المعدوده كتعامل معامله الفرد، ما كاينش كتعامل معاملة الجمع. كمثال coffee is a traditional drink in Saudi Arabia، القهوة هي مشروب تقليدي في العرب في المملكة السعودية. milk has many minerals، الحليب يحتوي على العديد من المقويات. ولكن إذا وضعنا شي كلمات كتدل على الكمية قبل الاسم الغير معدود فإنه يعامل معاملة الجمع.
كمثال 2 cups of tea are not enough for me. يعني 2 أكواب من الشاي ما كافينيش. كنقولوا 5 liters of oil do not operate this machine. كنقولوا مثلا 5 يطرو ديال لاسونس ما يمكنش يخدم لينا هذه الماكينه هذه. يعني اويل راه غير معرف، ولكن زدنا هذاك الكميه والحجم فولات معرف. واتاي كاس رضيناها 2 كيسان ولات معرفه، يعني زدنا 2 كاب اوف كافي اوف تي اوف كافي اوف ميلك، شي حاجه بحال هكا. وفي الختام غادي نعطيو بعض الامثله للاسماء اللي هي غير معرفه. كمثال غنلقاو فلاور طحين، سولت ملح، ميوزك موسيقى، غراس عشب، شوبين شراء، باجج الحقائب، information معلومة، كافي قهوة، ميت لحم، ماربل رخام، work عمل، behavior butter food knowledge sand beer damage sugar gold tea money accommodation permission news glass blood luck advice traffic milk paper cheese electricity news chaos rice wood bread water bread weather cloud steel furniture juice و progress و luggage. هذه كلها كتبقى هي امثله كل وحده والمعنى ديالها. حاولت انني نعطيكم امثله بالعربيه لذاك الولا، ولكني على حسب باش ما نطولش الفيديو بزاف رأيت انني نتوقف في هذا الحد هذا. وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا، وكنطلب منكم السماحه مره اخرى حيت ان الصوت ديالي ماشي هو هذاك ضربني البرد. وشكرا بزاف.